بقيت مسؤولة عن صديقة عمري هي وأولادها الاتنين مصطفى وسعيد بعد وفاة جوزها. أنا اسمي مدام ملك، عندي 47 سنة. قد إيه حسيت إن فجأة عمري كله اتسرق مني، وحسيت كمان إن ما عملتش فيه أي حاجة، وده كان للأسباب اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. أنا بنت وحيدة، مليش إخوات. والدي كان ميسور الحال، وكان دايما بيحلم إن أنا أكون ناجحة جدا في شغلي، وكان دايما عايزني أخش كلية إعلام. الصراحة هي ما كانتش هدفي أوي، ولكن كنت بحاول على قد ما أقدر أحقق له على الأقل أي حاجة هو بيحلم بيها. بابا اتأخر جدا هو وماما عشان خاطر أنا أكون موجودة في الحياة، وده بسبب مشاكل صحية عند والدتي. والصراحة بعد ما جيت بكذا سنة، يعني وأنا عمري أفتكر عمري 7 سنين، كنت دايما بطلب إن يكون ليا إخوات، وكنت بلح بالموضوع بشدة، ولكن كنت لسه صغيرة ومقدرش أستوعب كل الظروف الصحية اللي عند والدتي اللي تمنع إن أنا يكون ليا إخوات، وإن هي لو حاولت مرة تانية عشان إن أنا يكون ليا إخوات فده معناه طبعا إن ممكن إن أنا يعني ماما ما تكونش موجودة في حياتي. بابا كان بيحبها جدًا حُب فظيع، لدرجة إني كنت باحس إن إحنا أسعد عيلة في الدنيا كلها، مع رغم إن ما كانش في يعني ناس كتير في حياتنا. أهل بابا محدودين جدًا والتعامل بينهم مش أحسن حاجة، أما ماما كان ليها الصراحة إخوات كتير من ناحية الأب يعني، ولكن ما كانوش إن هُم في بينهم وِد كتير، لإن طبيعة الحياة في وقت معين كل واحد بينشغل بحياته، وما بيبقاش في وِد زي زمان. بدأوا إن هُم يتفرغوا لكل حياتهم ليّا أنا، وكانوا على قد ما بيقدروا بيحاولوا يوفروا لي كل شيء أنا باحتاجه، وكان بجد بيخلوني أسعد إنسانة في الدنيا، لدرجة إني ما كنتش بافكر في أي حاجة غير إن هُم يكونوا موجودين في حياتي وبس. كانوا أغلى شيء عندي، زي ما أنا كنت عارفة إن أنا أغلى شيء عندهم. ماما كانت موظفة كبيرة جدًا، وكانت بتاخد مرتب كبير، أما والدي كان بيشتغل أعمال حرة، وبرضه كان بيكسب والخير كان كتير أوي. اتعلمت ومرت عمر يعني طفولتي بسرعة جدًا، من كتر ما هي كانت طفولة سعيدة وأيام حلوة وفيه استقرار نفسي ومعنوي، كنت باحس إن أنا العمر بيجري من غير ما أحس بيه. كان نفسي إن العمر يقف كده ما يجريش بيا أبدًا، وإن أفضل دايمًا في عز بابا وماما. بعد كده بدأت طبيعي جدًا إن أكبر واحدة واحدة، ويعني أخش بقى في السن اللي هو بتاع أي بنت، إن الطبيعي بتاعها إن هي تفكر في الحياة اللي جاية زيها زي أي إنسانة نفسها يكون لها بيت وأسرة وحبيب يسأل عنها، وحاجات كتير أوي إحنا كبنات بقى بنحس بيها في وقت معين. بقيت مشغولة جدًا بالمواضيع ديّة لدرجة إن والدي ووالدتي لاحظوا كتير، كنت باهتم بنفسي أكتر من الأول، اتعلمت إزاي ألبس لبس يكون بارز جمالي، وكمان الmakeup بيكون يعني مبينّي أجمل من الحقيقة كمان. كنت دايمًا باحب أهتم بتفاصيل كتير جدًا، وكنت دايمًا أي حاجة أطلبها بتكون عندي. وفعلًا رُحت حضرت فرح مع بابا وماما، ودي كانت لأول مرة أحس إن أنا عايزة أكون أجمل واحدة في الموجودين. رُحت اخترت فستان جميل جدًا ولونه حلو أوي، وكمان رُحت الكوافير ضبطت شعري وعملت makeup حلو جدًا في أحسن مكان. بابا وماما اتفاجئوا بيّا، لإن دي كانت لأول مرة أروح أختار حاجتي بنفسي من غير ما آخد رأي والدتي زي ما كانت دايمًا معوداني. ولكن اتفاجئت باللي أنا فعلًا اخترته وبشكل في اليوم ده. حتى لما رُحت الفرح ما دخلتش معاهم، رُحت بعد هُم ما وصلوا مباشرةً، يعني بعدها بوقت قصير. وكان دايمًا حاسة إن كل الناس اللي في القاعة عينهم عليَّ، من كتر ما أنا كنت جميلة جمال غير عادي في الليلة دي. كنت حاسة بسعادة غير عادية، وفعلًا حاول كده كذا شخص إن هو يكلمني ويتعرف عليَّ، كان في حرية من والدي ووالدتي، وكانوا مبسوطين بيّا جدًا. ولكن أنا كنت دايمًا باحترم الحرية اللي هُم بيدوها لي، وما كنتش باحاول أتخطى أي شيء يضايقهم أبدًا، أو أعمل أي حاجة إن هي تقل منهم. وفي الوقت ده اتقدم لي ناس بعدها كانوا ناس كويسين جدًا، وشخص مناسب ومحترم، ولكن ابنهم في الوقت ده كان مسافر.
مسافر لإنه دايمًا بيحب إن هو يثبت ذاته وإن ليه يعني طريقة في حياته كده أنا باحبها، إن دايمًا الشخص يثبت وجوده وإن يكون ليه عمل ناجح فيه أيًا كان هو إيه، المهم إنه يكون ناجح ومش معنى إنه فشل مرة أو 2 أو حتى 10 إنه ييأس من الدنيا ويقول كده خلاص أنا خدت حظي ونصيبي ويقف مكانه. طبعًا دي كانت فكرة بالنسبة لي خطأ. يعني أنا عارفة إنه ممكن يكون الشخص بيقابل حاجات كتير بتضايقه وبتخلّيه مش أحسن حاجة ومش مبسوط، بس طبعًا ده طبيعة الحياة. كان دايمًا والدي إنسان مثقف جدًا، وكان بيحب إن هو يقعد ويتكلم معايا، كان بيحب الحياة بطريقة غير عادية، كان دايمًا يقعد معايا ويكلمني بحاجات فعلًا ما فهمتهاش غير لمّا عِشتها وجربتها، ووصلت لسن معين بقيت أفتكر كل كلمة كان بيقولها لي وفعلًا كنت باحاول إن أنا أتعامل بيها. أما والدتي على قد ما كانت ذكية وست جميلة ولكن كان عندها يعني عيب إنها دايمًا كانت مندفعة وقراراتها كانت سريعة عكس والدي تمامًا، عشان كده كنت باميل لوالدي أكتر وكان بالنسبة لي مثلي الأعلى، وكنت باحب دايمًا أسأله في حاجات كتير ومعظم الوقت كنت باخد برأيه كمان. ومرت السنين مش مع أول عريس طبعًا اتقدم لي أنا زي أي بنت كنت باوافق لإني لسه مش فاهمة حاجة. ولكن لمّا والدي حس إن أنا كنت حابة الموضوع قعد معايا وفهّمني، فهّمني قواعد كتير جدًا ما كنتش فاهماها، وأولها إن لازم الشخص اللي داخل يتقدم لِك ده يكون في بينكم معرفة قوية جدًا، إنِّك تكوني دارسة شخصيته كويس قبل ما ترتبطي بيه ارتباط رسمي، ومش معنى إن أنا باقول لِك إنِّك تكوني على تفاهم معاه أو على معرفة إن أنا باقول لِك أو باشجعِك إنِّك أنتِ تخشي في أي موضوع أو أي علاقة قبل أي ارتباط رسمي، بالعكس أنا باحاول أفهّمِك إنِّك دايمًا تكوني إنسانة متفتّحة، دايمًا بتسعي لمصلحتِك والشيء السليم، يعني يكون في سابق معرفة عن أهله، عن حياته، عن تفاصيل طريقته في الحياة، عن شخصه هو نَفْسه، حاجات كتير أوي بيحتاج الشخص يعرفها عن الشخص اللي هيكمّل معاه حياته من قبل ما يكمّل معاه أو يبدأ في أي ارتباط رسمي. لإن الارتباط الرسمي دايمًا بياخد شكل رسمي زي ما أنتِ عارفة، وبتتحاسبي على قد الرسميات اللي أنتِ هتخشي فيها، يعني سواءً كانت خطوبة أو كاتب كتاب أو حتى جواز، فكل الحاجات دي أنتِ ممكن بتتفاديها لو لقيتِ الشخص غير مناسب ما بتتحسبش عليكِ حاجة، إنما كده بيتحسب عليكِ حاجات كتير وممكن إن هي تأدي لفشل حياتِك. احترمت كلامه جدًا في اليوم ده وحسيت إن فعلًا كلامه منطقي جدًا. وإن ما ينفعش عقل الطفولة اللي أنا فيه ولازم إن أنا دايمًا أتقن اختياراتي وتصرفاتي، وبقيت دايمًا باقعد معاه، كمّلت دراستي زي ما طلب منّي كانت أول حاجة قالها لي، قال لي: "أول حاجة إنِّك تكمّلي دراستِك وكمان تنجحي في شغلِك وتثبتي ذاتِك ووجودِك مش قصة إن أنتِ محتاجة فلوس ولا بتشتغلي عشان فلوس، أنتِ عارفة إن الخير عندنا كتير، لكن أنا حابب إنِّك أنتِ نَفْسِك تحسّي بقيمة ذاتِك ودايمًا تسعي ورا طموحِك إنِّك تنجحي فيه." لإن الشخص كل ما بيكون ناجح كل ما بيقدر إن هو يتعامل في الحياة بقوة وإرادة أحسن وبيوصل دايمًا لحاجات كويسة وبتبقى حياته أفضل، ومهما تكون المشاكل أو العواقب اللي بتقابله في حياته الطبيعي جدًا بعقليته الناضجة إنه بيقدر إن هو يتخطاها مهما كانت صعبة، وكان دايمًا بيكلمني عن حاجات كتير جدًا آآ وكنت باخد بيها، وبدأت حياتي فعلًا بإن أنا دخلت الكلية مع رغم إن أنا ما كنتش حاباها في الأول، ولكن بعد كده قدر إن هو يحببني فيها بطريقته الهادية الجميلة، كانت دايمًا ماما عصبية وما كنتش باعرف آخد وأدي معاها في الكلام براحتي، وكمان أطلّع اللي في قلبي، لكن مع بابا كنت دايمًا كتاب مفتوح. وكان في كل مرة مع رغم الكلام اللي كنت باقوله كان قوي ما ينفعش يتقال للأب يتقال للأم، ولكن كان بيفاجئني بهدوء أعصابه ورده الحكيم عليَّ. لكن بعد كده خلّصت كليتي وفعلًا اتوظّفت بيها وبقيت ناجحة جدًا في شغلي. وده كان أكتر شيء مخلّي بابا سعيد ومبسوط، وقال لي: "خلاص اعملي حسابِك الخطوة الجاية، إنِّك أنتِ سواءً في شخص على سابق معرفة أو شخص اتقدّم لِك رسمي، لازم إن إحنا عايزين بقى نفرح بيكِ وما يبقاش عندنا أي حاجة نبقوا خايفين عليها، السِن خلاص والعمر عدّى وأنا حابب إن أطمن عليكِ."
كنت بازعل جدًا لمّا كان بيقول لي كده، على قد ما كنت باخاف من عدم وجوده في حياتي كمان، كنت أحس إن أنا من غيره ضعيفة جدًا، وفي وجوده قوية جدًا، جدًا. واتقدم لي شخص ما كانش غريب، كان معايا في الشغل، يعني السن كان مناسب ولكن كانت ليه سابق تجربة قبل كده اللي هي الخطوبة آآ أكتر من كذا سنة وما تمش الجواز، وطبعًا كل الحاجات دي أنا ما قدرتش إن أنا أعرفها أو أنا ووالدي عرفناها غير بعد فوات الأوان. وكانت المشكلة إنه ساب خطيبته الأولانية كانت مهمة جدًا، وده كان ما كانش ينفع أبدًا إن أنا كنت أكمّل معاه لو كنت عرفتها من الأول. طبعًا هنا جه اتقدم لي ووالدي قعد معاه لقاه شخص ملتزم جدًا، والصراحة هو كان في عمله كل الناس بتحبه، وكمان كان شخص منضبط بطريقة قوية، وإحنا بطبيعتنا بنحب الانضباط، وبنحب كمان الشخص اللي يكون عنده هدف وما يكونش إنسان مستهتر. أنا شخصيًا اتربيت على كده. الصراحة أنا ووالدي ووالدتي انبهرنا بطريقته وبكلامه وبأسلوبه، كان أسلوبه مقنع جدًا، جدًا. وكان دايمًا يبيّن إن هو مش محتاج منّي أي حاجة غير إن أنا أكون أم وزوجة صالحة جدًا، وإن عمره زي ما اتفق مع والدي إنه ما هيقف في طريق مستقبلي أو إنه يمنعني إن أنا أشتغل، وده كان شرط والدي الأساسي اللي أنا تعبت جدًا لمّا وصلت له. وفعلًا في الوقت ده كان هو جاهز من كل حاجة وعملنا خطوبة، ووالدي طلب منّي إن أنا أقرّب أكتر وأفهمه أكتر، ويا ريت نأجّل الجواز بس كام شهر لمّا تدرسي شخصيته كويس. ومن كتر طبعًا ما كنت خلاص مهيأة ومستعدة للجواز وعايزة خلاص أنتهي بقى من المرحلة ديّة، كنت فاكرة إن هي مجرد مرحلة وتعدّي ويبقى في استقرار، لكن الحقيقة اللي حصل بعد كده إن أنا كنت فاهمة غلط. وكمان بطريقته الهادية جدًا الناعمة اللي فيها هدوء غريب وغموض، كان دايمًا بيقدر يقنعني وكمان نجح في إن أنا حبيته جدًا، جدًا، لدرجة إني ما بقيتش شايفة حد غيره، ولدرجة إن أنا كنت ممكن أسامح في أي حق لنفسي أو أي خطأ يخطئه من أجل إن أنا باحبه وعايزة أكمل معاه. واتجوزنا فعلًا بعد جوازنا بكام شهر ربنا أكرمني على طول بأحلى مولود في الدنيا كلها. وفي الوقت ده طبعًا ما كنتش أبدًا مصدقة نفسي، ولكن اللي حصل لي بعدها حصل للولد شوية مضاعفات بعد الولادة بفترة، ومع الأسف أصبت بتعب أنا كمان، وبعدها بفترة قصيرة جدًا اضطريت إن أنا أستأصل الرحم لإن حصل لي فيه شوية إرهاق وتعب. وفي الوقت ده طبعًا حسيت إن جوزي اتغير 30 درجة، مبقاش هو أبدًا الشخص اللي كان قدامي. بدأت إن أنا أقابل في حياتي مشاكل كتير جدًا، وأولها إن أنا قُلت له إن أنا عايزة أرجع شغلي ولكن هو رفض، حاولت أتدخّل مع والدي ووالدتي ولكن في الوقت ده بالذات ما كانش مناسب أبدًا، لإن والدي كانت حالته الصحية تعبانة ووالدتي برضه وأنا ما كنتش أعرف تفاصيل كتير جدًا. وبعدها حصل إن والدي أول واحد سابني وكانت دي بداية صعوبة حياتي وحاجات كتير أوي حسيت بيها في عدم وجوده، قد إيه حسيت إن أنا آآ الدنيا ما بقتش فيها أي حاجة تحسسني إن أنا مبسوطة، ولكن حاولت إن أنا كنت أفتكر حاجات كتير كان بيقولها لي تقويني وأكمل بيها حياتي. دخلت في حالة وحشة جدًا فترة طويلة، وفي الوقت ده ما اتحملنيش جوزي أبدًا. ومع الأسف اضطرينا إن إحنا نوصل للانفصال، وفي الوقت اللي إحنا كان في بينا مشاكل وعدم تفاهم وواقفين على مشاكل كتير كانت ليه اللي هي خطيبته الأولانية بالصدفة القدر جمعنا. كنت يعني رايحة عند صديقة ليا من زمان وعرفت إن هي تبقى بنت عمها لما اتذكر موضوعي بالصدفة واسم الشخص اللي أنا كنت على ارتباط بيه، وعرفت ساعتها إن هو طلب منها في الوقت ده لإنها كانت ميسورة الحال، طلب منها مبلغ كبير جدًا إن هي تخش معاه شريكة في مشروع، وطبعًا من ساعتها والدها رفض وهي كمان، ومن ساعتها كل واحد فيهم راح لحاله وقالت قد إيه إن هو شخص مادي وشخص صعب جدًا. في الوقت ده هو طلب مني وإحنا فعلًا على علاقة جواز في الوقت ده طلبات كتير جدًا من ناحية المادة،
ولكن والدي كان دايما ما بيحبش يشتغل في أي حاجة ما بيعرفهاش، ودايما بيحب إن هو يمارس عمله في الحاجة اللي هو عايزها وبس، أو عارف عنها كل التفاصيل. فما كانش بيبين لي حاجة، ولكن ده اللي اكتشفت إن هو كان سبب تغييره وكمل بيه بقى بعد مشوار اللي حصل معايا بعد الجواز. وعرفت قد إيه إن هو شخص ما كانش كويس، وإن فعلا طريقته الناعمة دي كانت بتخليني مش عارفة عنه كل حاجة. وبعد كده بدأت حياتي تستمر، وكنت عايشة مع والدتي. الصراحة كانت بتعوضني يعني جزء من فقدان والدي، ولكن كنت دايما أحس برضو إن الحياة فاضية، بالذات بعد اللي حصل لي. اتقدم لي بعدها بأكتر من 5 سنين شخص يعني كان مناسب من كله، ولكن لما عرف برضو موضوع إن أنا مش هقدر أكون أم برضو، مع الأسف رفض واتغير. ومن بعدها أخدت قرار إن أنا مستحيل إن أنا أحط نفسي في موقف زي ده تاني مهما كانت الظروف، وقررت إن أكمل زي ما أنا وأركز في نجاحي وعملي وبس، وأركز مع والدتي وهي بالنسبة لي كل دنيتي. صديقتي الوحيدة كنت بتردد عليها من أيام الدراسة، وكانت غالية عندي جدا. كانت متجوزة شخص محترم جدا، وكانت مخلفة منه ولدين. ومرت السنين وإحنا على صداقتنا زي ما إحنا. وفي يوم سابتني والدتي، وما كنتش عاملة حسابي أبدا إن هي ممكن تسيبني في يوم من الأيام. حسيت بوحدة فظيعة، وكنت طول الوقت بحاول إن أنا أقضي وقت طويل جدا مع أختي، يعني صديقتي، وأولادها، وجوزها كان شخص محترم. يعني طول الوقت أعزمهم نخرج سوا، نسافر سوا، ممكن أعدي عليها بعد الشغل. اجتهدت في عملي جدا، وكنت بحاول إن أنا أخلي وقتي مليان بالعمل وبالنجاح، عشان ما أحسش بأي شيء من اللي أنا حاسة بيه، لأن الإحساس اللي كنت حاسة بيه كان طول الوقت بيخليني إن أنا حاسة إن ناقصني حاجات كتير. وطبعا أي ست بتسمعني أكيد فاهمة، مهما يكون النجاح ومهما يكون الفلوس، لازم تفهمي إن وجود شخص إنه يفهمك ويحبك ويحس بيكي ويقدرك وتحسي معاه بالأمان، وإنك تحسي إن أولادك حواليكي ثمرة بتكبر كل يوم قدامك، بتحسي بوجودك وبإحساسات حلوة كتير جدا من غيرها مع الأسف بتحسي إنك مش عايشة. بالذات كل الحاجات دي أنا حسيتها أكتر في سن معين. مع الأسف واجه صديق، يعني زوج صديقتي، واجه مشاكل في شغله، وهو راجع في يوم من الأيام حصل له مشكلة جامدة جدا، ودخلت في موضوع خناقة وكده بينه وبين ناس. المهم إن هو سابهم ومبقاش موجود معاهم، افتقدوه فجأة. ولاده كانوا كبروا، واحد في آخر ثانوية في الثانوية العامة، والتاني كان لسه يعني داخل أولى كلية. في الوقت ده كان هم ظروفهم على قد جدا جدا، ولكن طول عمرهم عزازات النفس وما بيقبلوش مني أي حاجة. من قبلهم كانت صديقتي، وبعد كده زوجها كمان. ولكن بعد كده قدرت أقنعها بإن أنا يعني عشان أقدر أساعدهم هحتاج حد من أولادها اللي هو ابنها سعيد الكبير إنه يساعدني في شغلي، يعني يكون مسؤول عن شغلي، ينظمه ويشوف لي المواعيد، ووقت ما احتاجه يجيني وكده نروح أي مكان، عشان أقدر إن أنا أساعدهم وأكون مسؤولة عنهم بطريقة غير مباشرة، عشان ما يكونش فيه أي حساسية. وفعلا نجحت بإن أنا قدرت إن أنا أقنعها، وطبعا لإضرارهم للظروف اللي هم فيها وافقوا كمان. وبدأت فعلا إن أنا أتعامل معاه. كنت الصراحة أحس إن عقلية ناضجة جدا، وإنه راجل أوي، وكان بيكلمني في حاجات اتصدمت منها إن ممكن تكون عقليته على قد ما هي صغيرة، على قد ما هو فاهم كل الحاجات دي. في الوقت ده كنت بحس إحساس كنت مش موجود معايا. كنت بحس إن في حد بيسأل عني. بدأ اهتمامي بيه يزيد، بدأت إن أنا أتدخل في حاجات كتير جدا عمري ما كنت أتخيل إن أتكلم معاه فيها. من الآخر كده بدأت الأمور معايا تاخد شكل إن هو ده الشخص اللي كان نفسي إن أنا أقابله من زمان. واتفاجئت في يوم من الأيام بإن يوم عيد ميلادي لقيته عارفه، وكمان فاجئني بهدية كان جايبها لي. وفي اليوم ده اعترف لي بكل حاجة جواه من ناحيتي. أنا كنت صحيح عندي 46 سنة، لكن كنت مهتمية برشاقتي وبشكلي، لأنه كان بالنسبة لي رأس مالي، ومكانش أبدا يبان عليا سن.
وكنت بشوف دايما في عينيه نظرات إعجاب قوية، ولكن في الوقت ده كان بالنسبة لي إن احنا نتجوز أو إن احنا نرتبط ده شيء مستحيل، ولكن هو ما يأس وطلب مني كده أكتر من مرة، وعشان طبعا أتأكد هو عايزني أنا الشخص فعلا وفرق السن اللي بينا كان موافق بيه. اتفاجئت بإن هو في يوم بيقول لي إن أنا خلاص هاكلم والدتي، وإن الموضوع ما بقاش زي ما أنتِ فاهمة إنه مجرد سن معين أو يعني إحساس معين، ده خلاص قرار أنا أخدته. اتفاجئت بإنه راح كلم والدته وكنت خايفة جدًا جدًا من رد فعلها، وطبعًا في الوقت ده ما أعرفش هو إزاي قدر إن هو يقنعها بالضغط عليها القوي إن إحنا لازم نكون موجودين مع بعض. ونكمل حياتنا، ولكن بعد الخطوبة حسيت كده إن يعني ممكن إن إحنا ما نكملش مع بعض، فرق السن كبير والمشكلة كمان الأكبر إن أنا مش هاقدر أحقق له أحلى أمنية بيتمناها أي شخص في مكانه، بقيت حاسة إن أنا حزينة من جوايا جدًا ومش عارفة أعمل إيه. طب أنا لو ارتبطت بيه مستحيل هاسمح إن هو يرتبط بأي إنسانة تانية، وفعلًا قررت إن أنا أقول له أنا ممكن أوافق بس ده في حالة لو أنت هتحاول إن أنت ترتبط بإنسانة تانية تحقق لك الشيء اللي نفسك فيه.